يا مساء الجمال والفل والورد على عيونكم يا رب، احلى اخوات في الدنيا. النهارده فيديو مختلف شويه، فيديو مشتريات. كنت مستنيه الفيديو ده بقالي شويه كتير، يعني قبل اصلا ما افتح القناه. كنت عايزه اجيب شويه مشتريات واجلتها شويه وعماله اجل فيها. بعدين قلت بقى خلاص، لازم ان شاء الله نجيبه. جبت ايه بقى؟ جبت كاتل، كان لازمني جدا جدا جدا. لاني زي ما قلت لكم الكاتل اللي كان عندي كان ازاز واتكسر، وما كانش بقى خلاص عندي كاتل، وقلت استنى شوية عشان اجيب كاتل برضو حلو. وانتوا عارفين طبعا اسعار الكاتلات دلوقتي عاملة ازاي يعني، واسعار الحاجة كلها عامة يعني ما شاء الله. فقلت استنى شوية لحد كده ما ربنا يسهل عشان اجيب يعني برضو ايه حاجة حلوة، لاني الحاجات دي بتعيش شوية معانا يعني، مش بنغيرها كل شوية. هي بيبقى ليها مدة صلاحية وكل حاجة، بيبقى عمر الافتراضي بتاعها انتهى، بس على الأقل يعني تقعد معانا شوية حلوين يعني. ف يعني نحاول على قد ما نقدر ما نسترخص قوي في الحاجات ديت يعني. وطبعا في حاجات أعلى من كده بكتير جدا، بس كل واحد بيجيب الحاجة اللي تناسبه واللي على قده. فأنا جبت الكاتل دوت، كان منه اللون الأحمر ومنه اللون الابيض. انا كنت عايزه اجيب اسود الصراحه، بس ما لقيتش اسود خالص اشكال حلوه يعني. فجبت الابيض دوت، الاحمر طبعا يعني ما كانش عاجبني، الابيض كان احلى. فجبت اللون الابيض، قلت هيبقى شكله حلو في المطبخ وكده. وتغيير يعني، انا ما جبتش اللون الابيض قبل كده. قلت هحطه كده في الكورنر دوت، قولولي كده رأيكم. مكانه كده حلو ولا اغير مكانه؟ لان هنا انا كنت حاطه الصينيه الخشب اللي هي مكتوب عليها كيتشن، وكنت حاطه فيها بقى التوابل وزيت الزيتون وشجره ورد صغننه كده او شجره زرع يعني. فقولولي كده مكانه احسن ولا ارجع مكانه كده حلو يعني، ولا ارجع الصينيه اللي هي مكتوب عليها كيتشن مكانه؟ ايه رأيكم انه الاحلى؟ ده بقى حلو جدا جدا جدا. ايه ده بقى؟ ده مناديل دهون بتاعة المطبخ، بريحة الليمون، ريحته حلوة قوي قوي. انا فتحته معاكم عشان بس اشم ريحته، انا بحب ريحة الليمون جدا. انا هنا كنت بشم ريحته، ريحته حلوة جدا جدا ما شاء الله. لسه هستخدمه واقول لكم رأيي فيه برضو. تمام. ده برضو تستخدميه بقى زي الحاجات اللي هي ما يجيش عليها مية، يعني زي الكاتل مثلا. حاجات تانية كتير ما ينفعش يجي عليها مية، فبستخدم المناديل ديت حلوة جدا في الدهون. اللي انا اعرفه في ناس جربته يعني، بس انا طبعا هجربه بنفسي واقول لكم النتيجة ايه. ده بقى بتاع شوزات، الاسود ده بتاع شوزات، تلميع شوزات اللي هي البيضة واللونها الفاتح وكده. آه بيشيل من عليها اي تراب، اي لو متوسخة كده يعني. جبت بقى الاطباق دي، انا فرحانة بيها جدا جدا، لان الصراحة شكلها حلو قوي وعملية جدا جدا جدا. انا كان برضو من فترة كبيرة كنت عايزة اجيبها، بس الحمد لله يعني حان الوقت بقى ان انا اجيبها. جبت اشكال مختلفة، جبت 3 منهم. جبت يعني الاطباق ديت حلوة، حجمها حلو جدا. دي بقى تعتبر صغيرة، لان انا جايبة الاكبر كمان هوريها لكم دلوقتي. دول 3 اشكال، جبت الميني او الميمي وبطوطة وبو. جبت كمان ده مدور بطوط كبير، ده كبير ما شاء الله، كبير خالص يعني، ده ما شاء الله حلو خالص. ينفع طبق وينفع صينية وينفع حاجات كتيرة قوي قوي. الصراحة اكتر حاجة ما ندمتش ان انا جبتها، وكان نفسي فعلا اجيبها من زمان. البو ده بقى كبير جدا، مربع كده، شكله حلو قوي، كبير جدا جدا، بياخد برضو مساحته كبيرة، بياخد حاجات كتيرة جدا ما شاء الله. هو باين هنا مش كبير قوي، بس هو ما شاء الله لا كبير. البطوط اصغر منه شوية بس كبير برضو، اللي هو المدور ده. والتلاتة بقى التانيين دول حلوين قوي قوي الصراحة. جبتهم اشكال مختلفة عشان برضو يبقى مختلفين في الشكل، ويبقى عندي برضو ايه كذا شكل منهم يعني. انا بحب الاشكال اللي هي الكرتون قوي بحب اي حاجة فيها اشكال كرتون بحبها جدا. وطبعا بقى كان نفسي جدا جدا وكنت محتاجاه قوي طقم السكاكين. لان انا يعني من ساعة ما اتجوزت ما جبتش سكاكين خالص، فانا قلت بقى آه
اجيب طقم سكاكين لاني فعلا محتاجاه جدا جدا. ده من ارشيا الماني. تحفة تحفة تحفة، عجبني جدا، كان برضو عجبني من فترة، بس قعدت بقى يعني ايه احوش ليه شوية كده عشان اعرف اجيبه. آه جبته الحمد لله. هو الوان زي ما انتوا شايفين كده، من جوه هو من جوه نفس من بره كده، يعني اقصد المرسوم ده هو نفس اللي جوه بالظبط. في حاجات كتيرة جدا ما شاء الله، هما تقريبا 13 قطعة، هو مكتوب عليه من بره يعني. معاه قطاعة بيتزا، ومعاه مقص، ومعاه قشارة، ومعاه سكاكين بكل الأحجام والمقاسات والأشكال. يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي أنا فرجكوا على سكينة. بصوا ما شاء الله، السكينة الصفرة دي تحفة تحفة تحفة. أنا بحب السكاكين العريضة جدا، بتبقى حلوة قوي الصراحة. إيه بس الصراحة السكاكين اللي هي بتبقى عريضة دي أنا بحبها جدا جدا، ما شاء الله بتنجز في الوقت وحلوة قوي. استخداماتها كتيرة كمان ما شاء الله. بصوا هم حاطين هنا ده حافظ للسلاح يعني لسنه، لاني السكاكين دي حادة جدا، حادة جدا 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 لأبعد الحدود الصراحة. ما كنتش متخيلها كده، يعني قلت هتبقى حادة وكل حاجة عشان طبعا لسه جديدة، بس حادة جدا جدا. فالواحد بقى يخلي باله يعني وهو بيستخدمها. دي بقى بتاعة البيتزا، وده المقص برضو حامي جدا جدا، حلو الصراحة برضو عجبني. كنت برضو سبحان الله كنت محتاجة مقص، وكنت بسأل على مقص، طلع هي فيها مقص، مكنتش اعرف ان هي فيها مقص، انا بحسبه يعني هما راسمينه بس على العلبة كده، بس طلع فعلا كل حاجة بره هي اللي موجودة جوه، ونفس الالوان والاشكال وكل حاجة ما شاء الله، فحلوة جدا جدا جدا. عجبتني يعني، عجبني قوي طقم السكاكين ده، يعني الصراحة ما ندمتش ان انا جبته. وانصح اي حد عايز يجيب طقم سكاكين، هو الطقم دوت اللي بسم الله ما شاء الله هينفعك جدا. دي قشورة بقى، السلاح بتاعها زي السيراميك كده، مش معدن. وفي الاخر هوريكم برضو حاطين سلاح زيادة كده معدن. بصوا الجراب ما شاء الله. بشيل طبعا الجراب ده خلاص بيترمي، هو بس كحافظ لان هي حامية جدا جدا جدا. وطبعا في الاول خالص اللي هي الحتة اللي هي اللي هم حاطينها البلاستيك دي، طبعا برضو كله هيتشال، كل ده هيتشال. بصوا انا كنت بوريكم هنا، دي مش شرشرة، مش سكينة مش عادية، مش سلاح كده على طول، لا مشرشرة زي السكينة اللي هي بتبقى كبيرة بتاعت مثلا السندوتشات او تقطيع الحاجات اللي هي بتبقى مشرشرة دي. بصوا دي عريضة برضو، عجبتني جدا جدا، حجمها حلو قوي، عجبتني قوي. واللي عجبني فيهم ان هم الوان، يعني انا بحب الحاجات اللي بتبقى الوانها فاقعه كده، مبتبقاش هاديه، والوانها كده الوان الصيف، يعني هي ممكن تكون جت في وقتها عشان الصيف طالع وكده. فانا مبسوطه بيهم جدا جدا الصراحه، وما ندمتش ابدا 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 ان انا جبت الطقم ده، مبسوطة بيه جدا، يعني فعلا كان نفسي فيه، والحمد لله جبته. بصوا الالوان بتاعته اصلا جميله ازاي، بصوا اللون الاورنج حلو ازاي، مع ان في اللون الاورنج في حاجات كتيره ما بحبهاش، بس سبحان الله هنا في الالوان بتاعته حلوه. واللون مثلا اللي هو الاخضر ده ما بحبوش برضو قد كده. بس ما شاء الله في السكاكين الصراحه طلع حلو جدا جدا. حاطين كل سكينه بقى مغلفه كده، وعليها طبعا الحامي بتاع السلاح من قدام كده. دي برضو مشرشرة، دي حلوة قوي قوي. إيه وعمليين يعني. انا استخدمت حاجة فيهم، واحدة منهم يعني الصراحة تحفة. وبص دي عريضة برضو حلوة قوي. الأحلى حاجة فيهم ان في كل المقاسات وكل يعني هتلاقي العريض، وهتلاقي الرفيع، وهتلاقي المشرشر، وهتلاقي العادي، هتلاقي كل حاجة. بصوا الأحمر بتاعها جميل قوي، يمكن مش ظاهر هنا كمان، بس هو أحمر قوي. عارفين الأحمر اللي هو الأحمر الإنجليزي ده؟ بصوا السلاح ده اللي كنت بقول لكم عليه، ده بتاع المقشرة. هم عاملين واحد معدن، واللي هو متركبه فيه سيراميك، لو انت عايزه تركبي ده او تركبي ده، فهم جايبين واحد معاه زياده يعني. فدي حاجه حلوه جدا برضو، حلوة قوي قوي. بصوا بقى هي كل دي بقى كل المشتريات. جبت بقى الحمد لله الكاتل، وجبت المناديل برضو قلت اجربها، مناديل الدهون، وطبعا مناديل الشوزات برضو جبتها معاها، يعني قلت كده يلا بالمرة.
وجبت بقى الاطباق دي عمليه جدا جدا وحلوه قوي قوي، شكلها حلو وحجمها تحفه حلو جدا جدا. إيه جبت بقى، هم دول المشتريات اللي انا اشتريتهم الحمد لله. حاولي كل ما يبقى معاكي اي فلوس حوشيها وهاتي كل اللي نفسك فيه. المطبخ كل شوية عايز، انا من ضمن الناس اللي بحب جدا جدا اجدد في المطبخ. احب اجيب حاجات جديدة، احب لما اشوف حاجات جديدة احوش لها واجيبها. يعني بدام نفسي فيها بحوش لها واجيبها والله. ف فحوشوا وهاتوا كل اللي نفسكوا فيه. يعني ما تحرميش نفسك من اي حاجة، كل حاجة تيجي واحدة واحدة. انا والله يعني هم دول انا جبتهم، بس فرحانة بيهم جدا جدا جدا. وان شاء الله برضو هجيب حاجات تانية، بس انا قلت هجيب دول الاول لان هم دول فعلا محتاجاهم قوي، فبشوف اللي انا محتاجاه قوي 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 هو ده اللي انا بجيبه الاول. وبعد كده بجيب بقى يعني الحاجات، برضو هي كل حاجة محتاجاها بس بشوف اللي انا محتاجاه قوي قوي هو ده اللي انا بجيبه. وبعد كده بقى واحدة واحدة ان شاء الله تجيبي كل اللي نفسك فيه. ربنا يرزق كل الناس يا رب، وتجيبوا كل اللي انتوا عايزينه واللي انتوا نفسكوا فيه، وما يحرمش اي حد من اي حاجة هو محتاجها يا رب. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.